ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ايه ازيكم يا اجمل فانز، وحشتوني جدا. فيديو اليوم معانا معلومات وحقائق جديدة عن عيلة الجمل. هنعرف فيه السبب الحقيقي عشان غزل تعمل تسريحة الراستا، وسبب دايت غزل المضحك، وآية أحلى عشان الكرش. بجد هتتصدموا. كمان هتشوفوا معانا الأميرة فيروز ليه زعلت من سندريلا غزل. يا ترى هي الغيرة فعلا ولا سبب تاني؟ وليه روزا مش حابة تصور؟ هتتفاجئوا. معانا مفاجأة حصرية لكل الفانز، وهي بس هتشوفوها على قناة فانز برنس مصر. تعرفوا عيلة الجمل راحت فين وبتحضر لمفاجأة ايه؟ وهجوم الفانز على آية أحلى بسبب أمنية القوة، وليه بتتنمروا عليها؟ حرام عليكم، يا ترى ايه الحكاية؟ أخيرا أحلى وأجدد تيك توك للعيلة هيعجبكم جدا. اليوم حلو قوي وكله معلومات تهم كل الفانز، بس كملوا. وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك وشوفوا للنهاية لو بتحبوا عيلة الجمل. يلا بينا نبدأ. وهنبدأ بسندريلا غزل والسبب الحقيقي اللي خلاها تعمل الراستا. في البداية غزل ظهرت وهي بتعمل راستا تاني، وكل الفانز لموها ليه بتعملي راستا، لأنها آخر مرة كانت بتعيط وهي بتفكها. دلوقتي يا جماعة احنا بنحضر علشان نعمل راستا لغزل. احنا بقى اهو سكت انا. فانز كتير ما يعرفوش السبب الحقيقي اللي خلى آية تعمل الراستا لسندريلا غزل، واستغربنا جدا يا ترى مين اللي طالب الراستا، هل غزل ولا آية أحلى؟ آية قالت إن غزل هي اللي عايزة، وبعد كده غزل قالت إن ماما هي اللي عاوزاها. والله بس ماما اللي قالت لي هعمل لك راست. معلش بس هجيب بالي اصلا. طبعا السبب الحقيقي هو المفاجأة اللي بتحضر لها العيلة دلوقتي. مين عاوز يعرف المفاجأة يعمل لنا لايك ويكتب في الكومنتات توقعوا للمفاجأة هتكون ايه. المهم ان برنسو كان بيلمح للمفاجأة وقال عليها قريبا، وكان في فندق هيلتون الكسندريا كينجز رانش اللي العيلة كلها متعودة دايما تروحوا. هي شاركتنا بالصورة دي وقالت يا ترى بنحضر لإيه. الحقيقة يا جماعة العيلة كلها راحت يوم الفندق ده، والتوقع الأقرب إنه كليب أو تصوير لبرنسو وآية أحلى ومعاهم سندريلا غزل. بس يا ترى العيلة هتشارك كمان ولا لأ؟ هتعرفوا قريبا جدا. انتوا كمان توقعوا معانا مفاجأة العيلة هتكون ايه؟ إن سندريلا غزل كانت عسولة قوي بالراستا. دلوقتي تعالوا نروح لأمنية القوة وحقيقة زعلها من التنمر على مناخيرها، والفانز كمان حرام عليكي يا آية أحلى. أمنية كانت مع غزل وهي بتعمل الراستا. آية كانت بتصور وجابت الكاميرا على وشها، بس زي ما متعودين أمنية كانت بتخبي مناخيرها. ظهرت معاها وقالت مناخيرك كبيرة، بس ما طولتش عشان عارفة إن أمنية هتزعل من الهزار ده. بجد لا مين قاعد معانا وبيو أمنية القوة في القلب. طبعا الفانز زعلوا جدا من كلمة آية وقالوا حرام تتنمروا عليها، بس يا جماعة آية ما كانش قصدها خالص وكانت بتهزر معاها. ما تخافوش على أمنية، كل اصحابها بيحبوها جدا، وكمان مناخيرها مش مضايقاهم خالص. انا اصحابي كلهم بيقولوا انت كيوت قوي. دلوقتي تعالوا نشوف دايت سندريلا غزل المضحك. غزل قالت انها بتعمل دايت. بصوا الاكل اللي اختارته ايه، كانت بتاكل بانكيك وكورن فليكس، وعشان الدايت سلطه وكيوكمبر وفلفل. مين استغرب يقول لنا في الكومنتات. بس مش هي دي المشكله خالص. اللي ضحكنا ان آية لما شافت غزل بتاكل كرواسون بالشوكليت قالت لغزل فين الدايت يا غزل عشان الكرش اللي هيطلع. غزل شكلها اتضايقت من كلمة الكرش اللي قالته آية. في الحقيقة يا جماعة غزل عسولة جدا وهي لسه طفلة وبتكبر، والكرش ده كمان هيروح. حلو بقى للأميرة فيروز وليه اتضايقت وزعلت من سندريلا غزل بسبب كلمة عكاكة. والحقيقة هما كانوا بياكلوا لوحدهم على ترابيزة، وغزل كانت بتصور أكلها وأكل فيروز، بس روزا كانت عاملة سمايل على طبقها، عشان كده غزل قالت عكاكة. بس رد فعل فيروز كان مفاجئ وقالت لأ أنا مش عكاكة. عكا فيروز بجد. طبعا يا جماعة هم أطفال وعادي جدا يحصل الكلام ده بينهم، بس اتفاجئنا بكلمة فيروز أنا مش هصور، والسبب اتكلمنا عنه أكتر من مرة، وهو إن فيروز بقت نجمة كبيرة في الأغاني والكليبات، وده قلل من ظهورها شوية، لكن ابتدت الفترة الأخيرة ترجع لنا في المسلسلات مع العيلة. وعلى فكرة فيروز ما زعلتش خالص، بدليل إنها كانت بتدافع على غزل وقالت إنها ما عندهاش كرش. ما عندهاش كرش.
جرحها والله دي صاحبتي قمر يا رب. ماي هارتي. وخبر حصري معانا عن فيروز، هي كمان هتعمل راستا قريب جدا وهتشوفوها بيها. يا خلاص يا خلاص. كتير ايه عاملة كتير اعملي اللي انت عايزاه. انا ما رضيتش غزل امبارح خلاك تستخدم لون البينك عشان ودلوقتي واخيرا تعالوا نروح للفقرة اللي كل الفانز بيستنوها، وهو اجمل واجدد تيك توك لعيلة الجمل. الحمد لله لوحدي حملة. Wait a minute. Who are you? خف لوك لوك ولوكات مي انا عم. وبس كده وصلنا لاخر الفيديو، بس ما انتهاش سؤال الفانز الفيديو اليوم هو أمنية القوة هتعمل شعرها راستا ولا لأ؟ شوفوا الفيديو كله وحلوا كمان السؤال وكملوه عشان أسامي الفانز اللي فازوا في المسابقة. هنا وصلنا للنهاية، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. أشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، مع السلامة.